معانا خيط مكرمية قطن بالشكل ده متوسط السمك، ومعانا إبرة هستخدم معاه إبرة مقاس 4 ملي. نبدأ أول حاجة نعمل عقدة بداية، وهشتغل 30 سلسلة. واحد، عملت 30 سلسلة بالشكل ده. هبدأ ان انا هعمل كمان 3 ارتفاع، 1 2 3، وهعتبر التلات سلاسل دول اول عمود بلفة، وهشتغل في السلسلة الرابعة عمود بلفة بالشكل ده، وبرضو في نفس المكان عمود بلفة. يعني كده اول غرزة عندنا فيها 3 عواميد بلفة، منهم اول عمود اللي هم التلات سلاسل ارتفاع. هكمل على الجنب كده جنب السلسلة الناحية دي عمود بلفة، وهشتغل بطول السلسلة لحد ما اوصل لأول سلسلة بادئينها. هكمل عواميد بلفة بنفس الطريقة، هنزل اشد الخيط بقى معايا حلقتين على الابرة. السلسلة عواميد بلفة بنفس الطريقة كده. هنا وصلت لنهاية ال28 سلسلة دول، ويفضل عندنا اخر غرزة في السطر اللي احنا كنا بادئين بيها، هنشتغل جواها 5 عواميد بلفة بالشكل ده. طبعا انا كنت مسايبها قوي. 1 2 3 4 5. طبعا احنا كنا بادئين ب30 سلسلة، اشتغلنا في اول واحدة 3 عواميد بلفة اللي كان فيهم اللي منهم اول عمود كان 3 سلاسل، وبعد كده اشتغلنا 28 غرزة عمود بلفة، وبعدين في الأخيرة اللي هي ال30 الغرزة ال30 اشتغلنا هنا 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5 بالشكل ده. هرجع بقى تاني اشتغل على الجنب التاني من السلسلة في الجهة التانية دي، هشتغل برضو ال28 غرزة عمود بلفة، وهاخد بالي كويس وانا شغالة ان انا الجنب التاني من السلسلة كده لحد العدد يكون مظبوط بالشكل ده اهو. كده هنلاقي نفسنا قدام كل عمود شغالين عمود علشان نخلي بالنا، ولو اتلخبطنا في السطر ده ممكن نعد بعد ما نوصل لنهاية السطر. نعد لازم يكون عندنا 28 بعد الغرزة الأولانية والغرزة التانية. تمام، هكمل. هكمل. وصلت لنهاية ال28 عمود بلفة اللي في الجهة دي، ووصلت لآخر غرزة كنا شغالين فيها. طبعا انا اشتغلت للأسف ولقيت ان الموبايل ما بيصورش، فرجعت عدت تاني. هنا هشتغل بقى، هقفل بقى. هنا دي اول غرزة اللي كنا شغالين فيها 3 عواميد بلفة منهم 3 سلاسل ارتفاع. هشتغل كمان 2 عمود بلفة علشان تكافئ الناحية دي، تكافئ الناحية دي. هنا كده هنا ال3 عمود بلفة عملنا معاهم 2 في نفس المكان عشان يبقوا 5 زي الناحية دي. هقفل بقى بمنزلقة تحت او تالت سلسلة من سلاسل ارتفاع اللي كنا بادئين بيهم السطر خالص، السطر الاولاني. هقفل كده بمنزلقة بالشكل ده، وهرتفع 3 سلاسل، وفي نفس المكان هشتغل عمود بلفة. هكمل هنا 2 عمود بلفة برضو اللي بعدها، فهنا هبدأ ان انا اتزايد السطر ده فوق كل عمود بلفة 2 عمود بلفة بس في منطقة المنحنى بس اللي هي دي.
فهنا الثلاث غرز اللي كانوا في نفس المنطقة هتزايد فيهم، اصبحوا تزايدنا فيهم فوق كل غرزة ثنائي، فاصبحوا 6 غرز كده. خلاص هنوقف تزايد وهنكمل ال28 غرزة عمود بلفة اللي في الجنب دول، هنكملهم فرداني فوق كل غرزة عمود بلفة، غرزة عمود بلفة من غير اي تزايدات لحد ما نوصل للمنحنى اللي هنا. فهكمل كده عواميد بلفة. خلصت ال28 اللي في الجنب دول، هبدأ بقى ان انا هنا برضو جيت لمنطقة المنحنى اللي هما ال5 غرز عواميد بلفة اللي في منطقة المنحنى دول. هبدأ اشتغل فوق كل عمود فيهم 2 عمود هتزايد. تمام، فوق كل عمود بلفة 2 عمود بلفة. تمام، هنا خلصت خلاص كده، خلصت خلاص التزايد في الجهة دي. هرجع تاني اكمل فرداني فوق كل عمود بلفة في ال28 سلسلة اللي هيقابلوني دول. فوق كل عمود بلفة 2، قصدي عمود بلفة 1. هكمل بقى هنا لحد ما اوصل لاخر غرزتين في المنحنى دول. وصلت هنا لنهاية 28 عمود بلفة، ولسالي 2 اخر 2 غرزة في السطر. وحابة بس اقول لكم ما تنخدعوش ان دي غرزة، دي المنزلقة اللي احنا بنقفل بيها. تمام، طبعا في ال2 سلسلة دول فوق ال2 عمود بلفة دول هكمل تزايد فوقيهم علشان يكملوا المنحنى زي ده. فاتنين هنا كنا اشتغلنا في اول السطر 6، فهنا لسه 4 علشان يكونوا 10 عواميد بلفة في الجنب ده زي الجنب التاني. كده خلصنا خلاص اهو. هنقفل بقى بمنزلقة، ننزل تحت السلسلة بتاعت سلاسل الارتفاع وننزل نشد الخيط. تمام، كده خلصنا القاعدة بتاعتنا اللي هنبدأ نبني عليها الشنطة. القاعدة بتاعتنا قاعدة صغيرة لأن الشنطة أصلا مش حابة ان هي تبقى واسعة. بقى السطور الجاية تبقى السطور بتاعت الشنطة، أسس الشنطة بتاعتنا. تمام، هنرتفع 1 2، هرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4، على اعتبار ان ال3 سلاسل دول عمود بلفة، أول عمود بلفة لينا في السطر الثالث، والسلسلة دي قبل السلسلة اللي هنسيبها تحت بين العمود بلفة الأولاني والعمود بلفة التاني. هنفوت الغرزة دي، الغرزة الأولانية اللي هتقابلنا دي هنفوتها عشان قلنا زي ما قلنا قبل السلسلة اللي احنا عملناها، وهنشتغل في الغرزة التالتة عمود بلفة. تمام، هشتغل عمود بلفة وسلسلة، وهفوت تحت سلسلة مش هشتغل فيها، افوت تحت غرزة سوري، وهشتغل في اللي بعدها عمود بلفة سلسلة عمود بلفة، وهنفوت تحت. مش عايزة نكرر تاني، هسيبكم بقى تاخدوا بالكم من الشرح كده. سلسلة الشنطة لحد ما نوصل لاخر سطر هنشتغل عمود بلفة وعمود بلفة وسلسلة، وبنفوت تحت غرزة قباله عشان يكون لنا الفراغ اللي قدامكم ده بالشكل ده كده. تمام، وصلت لنهاية السطر وعملت اخر حاجة عمود بلفة وسلسلة،
وصادف معايا ان كان تحت اخر عمود بلفة فوتته، خلاص بقى هقفل بمنزلقة في السلاسل اللي احنا كنا شغالينهم في تالت سلسلة بالشكل ده. كده خلصنا السطر التالت ده السطر التالت معانا في الشنطة. هنبدأ بقى ان احنا نرتفع سلسلة، والسطر نرتفع قصدي 3 سلاسل، والسطر الجاي هيكون شغل فوق كله عواميد بلفة. فاعتبرنا ان الثلاث سلاسل دول يعني كأنهم اول عمود بلفة، هنشتغل في الفراغ عمود بلفة، وفوق العمود بلفة اللي هيقابلنا عمود بلفة، وفي الفراغ عمود بلفة. تمام. الفراغ ده كأنه لانه هو كان سلسلة، فهنشتغل كل حاجة تقابلنا هيكون السطر الرابع ده هنشتغله كله عواميد بلفة بنفس الطريقة كده. فوق كل عمود بلفة يقابلنا، وفوق كل فراغ يقابلنا هنكمل هنقفل السطر ده كله عمود. هنكمل بقى بنفس السطر ده كده. السطر ده كله هيكون غرز عواميد بلفة كلها من غير اي فراغات ولا اي حاجة. ده السطر الرابع معانا، هنكمله لنهاية الشنطة. هنا وصلنا خلاص لنهاية السطر بالشكل ده. ودي طبعا اخر غرزة كنا شغالينها في العمود بلفة، هنشتغل كمان في الفراغ اللي هيقابلنا عمود بلفة، وهنقفل السطر. وكده الشنطة بتاعتنا كلها هتبقى تكرار لاخر سطرين دول، اللي هو السطر الثالث والرابع هيبقى الشنطة كلها تكرار. السطر الجاي هيكون هنرتفع زي ما عملنا السطر الثالث، هنرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهنفوت عمود بلفة، وهنشتغل في اللي بعده عمود بلفة، وهكذا. وهنعمل سلسلة، وهنفوت عمود بلفة، وهنشتغل في اللي بعده عمود بلفة، وهنكمل لنهاية السطر نفس السطر الثالث. ولما نوصل لنهاية نهاية السطر ده هنعمل السطر اللي بعده السطر كله عواميد بلفة زي السطر الرابع اللي احنا كنا شغالينه ده، لحد ما نوصل لطول الشنطة اللي احنا عايزينه. فدي الشنطة بتاعتنا زي ما قلنا تكرار للسطرين دول. السطر ده اللي هو فيه فراغات عمود بلفة، ونفوت عمود بلفة تحت ونشتغل نكمل، والسطر كله عواميد بلفة حتى فوق الفراغات بالشكل ده. هنكمل نكرر السطرين دول بطول الشنطة لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه. هنا عملت حوالي 15 سطر رفع سلسلة، وهشتغل سطرين 3 كده حشو علشان يكونوا ماسكين طرف الشنطة من فوق، واقدر ان انا اركب فيهم المغناطيس اللي انا عايزة اعمله. فهشتغل فوق كل غرزة تقابلني حتى لو في الفراغ كأني بشتغل عمود بلفة زي كل مرة، ولكن هنا هشتغل غرز حشو فوق الفراغ وفوق العمود بلفة لنهاية السطر بالشكل ده. هكمل غرز حشو. هكمل بالشكل ده غرز حشو فوق كل غرزة تقابلنا لنهاية السطر. لي اول غرزة ارتفاع، واشتغلت اول سطر حشو بالشكل ده، وهبدأ ان انا انزل كده. فوتت سلسلة الارتفاع ونزلت تحت اول غرزة حشو اشتغلنا فيها، هنزل تحتها بمنزلقة بالشكل ده، وهرتفع سلسلة، وهكمل غرز حشو برضو السطر ده، وهعمل حوالي سطر كمان. يعني هعمل السطر ده وهعمل فوقيه كمان سطر بنفس الطريقة.
وصلت هنا لنهاية السطر الثالث وغرزة حشو اللي اشتغلناها. هنقفل بمنزلقة، وكده خلصت 3 سطور من سطور الحشو. ابدأ بقى ان انا اقص الخيط، ارتفع سلسلة كده تثبيت. بالشكل ده كده، طولها حوالي 24 سنتي، وبعرض حوالي برضو 24 سنتي. اعمل الايد، شكل مكان الايدين احددهم، يعني اطبق كده خلاص الجنبين على بعض. وهبدأ ان انا مثلا لو يكون من الجنب ده هحدد هنا، واعد 1 2 3 4 5 6. اشتغل منه اللي هما ال6 غرز دول، 1 2 3 4 5 6 دول. تمام. هبدأ ان انا اشيل اول علامة، وهنزل هنا كده تحت وهعمل عقدة البداية بالشكل ده. هنزل كده وهرتفع سلسلة برضو عشان تثبيت، وهشتغل في نفس الغرزة غرزة حشو، وفي اللي بعدها حشو، واللي بعدها حشو. تمام. هنكمل بقى ايه كده برضو اهو كده 6 غرز حشو. خلاص كده هنبدأ نلف الشغل. تمام. هنلف الشغل وهكمل من غير ارتفاع. 6 غرز حشو في كل سطر بنفس الطريقة دي، رايح جاي رايح جاي لما اوصل لنهاية ال6 غرز بلف الشغل واشتغل 6 غرز في السطر اللي بعده زي ما انتوا شايفين. هنكمل غرز من الحشو، سطور من غرز الحشو لحد ما نوصل ل طول الايد اللي احنا عايزينه، وبعدين نبقى نرجع نخيطه. هنا وصلت لنهاية الايد بالشكل ده، الطول ده. خلاص كده خلصنا الايد بتاعتنا، ويبدأ بقى ان انا اربطها اخيطها. كده خلصنا. هنشيل بقى الخيط، واصلا الخيط معانا كان خلص كمان. هبدأ بقى ان انا الضم ابدأ ان انا اقلب بقى الشغل الشنطة كده، واربط على الجنب. تمام. الغرز دي كده تمام. ابدأ ان انا اجي من الحتة اللي ناحية الشنطة واخيط كده الغرزة اللي ناحية الشنطة. وطبعا ال6 غرز هيبقوا 6 غرز في جسم الشنطة. انا هنقفل بس 6 غرز قصاد دي. هنقفل من ناحيتها ادي كده اهو. هبدأ ان انا اقفلها من الجنب ده كده كمان. وخلاص بقى هبدأ ان انا اخيط الخيط ده، انزله تحت الغرز دي كده.
الشنطة بتاعتنا، ودي شكل الشنطة بتاعتنا، وده المغناطيس اللي احنا كنا ركبته. بس كده دي الشنطة بتاعتنا النهاردة. يا رب تكون واضحة وتكون طريقتها سهلة وتقدروا تنفذوها لو انتوا حابينها. زي ما قلت سهلة جدا، تقدروا تنفذوها لو انتوا طالعين مصيف لسه بكرة، او حتى من غير مصيف. هي شنطة عملية جدا، تقدروا تلبسوها في المشاوير الخفيفة والسريعة، وتقدروا تركبوا لها بطانة بنفس اللون او لون محايد يعني، او تقدروا تسيبوها كده. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناة اشتركوا. قولولي في الكومنتات حابين ننفذ مع بعض ايه الفترة الجاية، ومع السلامة.